البداية وجود بعض الإضافات في الدستور مقارنة بدستور غرة جوان 59، مثل التنصيص على حقوق السجين، حقوق الطفل، المساواة بين الجهات، حق النفاذ إلى المعلومات. من ناحية شكلية هناك الكثير من المآخذ حول منهجية ترتيب الفصول، ترتيب الفقرات. مثلا في بعض الأحيان ثم الفصل 5، الفصل 6، الفصل 9 في غير موضعها. هذه الفصول من المفروض أنها تدرج في الباب المتعلق بالحقوق والحريات، لا في الباب المتعلق بالمبادئ العامة. كذلك وقع تكرار الفصل 7 والفصل 9 اللي هم في الحقيقة وقع التطرق لهم بإسناد في الفصل 39 والفصل 40، والكثير من المآخذ الأخرى لن نتناولها كلها. بالنسبة للتوطئة، توطئة الدستور، هناك بعض الحقوق المنصوص عليها مثل الفقرة الثالثة مبادئ حقوق الإنسان. احنا نعرف الجدل اللي قام في المجلس التأسيسي لتجنب التنصيص لا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا على مبدأ كونية حقوق الإنسان. على الأقل احنا كنا ننتظر أنه يقع التنصيص على تعهدات الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان. معناتها لابد من احترام الدولة لتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، لأن نعرف أنه تونس توقفت على عديد المعاهدات خاصة في الفترة الانتقالية الأولى. بالنسبة للمصطلح الثاني اللي وقع التنصيص عليه سلب التوطئة في الفقرة الرابعة، ومصطلح خطير في اعتقادي، مصطلح التدافع السياسي. بعد رجعنا حتى للسان العرب من المنظور، وهذا ما ينطوي في طياته إلا على العنف السياسي، وبالتالي فاقترح تعويض هذا المصطلح بالتنافس السياسي والتنافس السياسي النزيه أو الشريف. في المبادئ العامة عندنا الفصل الثالث اللي يوقع التنصيص فيه على حق من الحقوق السياسية بصورة ضمنية، وهو الحق في الانتخاب، الحق الانتخابي، لكن وقع توصيفه بأنه حر فقط. لا يا سيد الرئيس، هذا الحق هذا هو حق عام وسري كذلك، لأنه مكفول لجميع المواطنين دون استثناء، وهو سري كذلك لأن السرية هي ضمان للحرية. في الفصل الرابع حرية المعتقد هي مستقلة عن حرية ممارسة الشعائر الدينية. ثم الدعاية الحزبية، هذا كذلك مسألة خطيرة في نظري، لأن الدعاية الحزبية معناتها احنا لاحظنا قبل حتى في عهد النظام السابق كيفاش كانت المساجد يقع تدجينها معناتها حتى في الاتجاهين مش في اتجاه واحد. معناتها تكون الأئمة يا إما مساندة للنظام ويقع انتدابهم لهذا السبب، وإذا كان إمام يتحدث في أمور أخرى معناتها ما عندوش الحرية الكافية باش يتحدث في المسائل الدينية. المساجد للعبادة هي، إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. هذا من ناحية أخرى أنا أقترح تعويضها بالمصطلح السياسي بالدعاية السياسية لأنها أشمل من الدعاية الحزبية. كيف ما قلت بالنسبة للفصل الخامس والفصل السادس والفصل السابع والتاسع هذوما في غير موضعهم، وضرورة إدراجهم في المحور المتعلق بالحقوق والحريات. عندنا مسألة أخرى أنا باش نمر عليها معناتها هي الفصل العاشر، في اعتقادي هذه ثغرة كبيرة بالنسبة للباب المتعلق بالحقوق والحريات. احنا في ظل النظام البائد اللي طرح إشكالية، ماهوش الجيش الوطني اللي طرح إشكالية، اللي طرح إشكالية هي المؤسسة الأمنية، وبالتالي الضامن الأساسي للحقوق والحريات هي تحييد المؤسسة الأمنية والتنصيص على أنه أمن جمهوري ومحايد، وضرورة احترام حقوق الإنسان وعدم اللجوء إلى استعمال القوة إلا في ظروف استثنائية وخاصة. وبالتالي تخصيص فقرة مستقلة صلب الفصل العاشر تنص على تحييد المؤسسة الأمنية. الفصل 14 ينص التنصيص على عدم استغلال المؤسسات لأي دعاية أو توظيف حزبي أو سياسي. احنا ما نحبوش شعاب مهنية معناتها في صلب الإدارات كما كان يصير قبل. الفصل 16 في باب الحقوق والحريات ينص على حق من أهم الحقوق. سيد الرئيس هذه ملاحظات هامة ولو تسمح معناتها تمام. أنا نستغل الوقت اللي ثم بعض الزملاء ما ياخذوش وقتهم الكافي معناتها نجم يتبرعوا لي بالدقائق. الحق هذا فصل مريب مثلا، الفصل الأول فصل مريب ينص على حق هو ماهوش أول الحقوق، هذا نقولوا أول الحقوق هذا يوحي وأنه ثم حق أول وحق ثاني، لكن هو حق مقدس الحق في الحياة. حتى في الصياغه نتاعو لا يجوز المساس، هو من الحقوق التي لا يجوز المساس بها. انا نتصور انه الاصح لا يجوز المساس بها، لكن لا يجوز المساس بها هذه في حد ذاتها توحي الى تاويلات عديده. معناتها ثم حقوق يجوز المساس بها وثم حقوق لا يجوز المساس بها، وهذا خطا يا سيدي الرئيس.
هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى زاد شنو الحالات التي يثبتها القانون؟ اذا كان هذا اول الحقوق المقدسه اللي هو الحق في الحياه ونفتح مجال القانون معناتها باش يضبط الحالات اللي يجوز فيها المساس بهذا الحق. انا عندنا اشكال وحيد هنا هو مساله عقوبه الاعدام. صدقنا على اتفاقيه بالنسبه لحق منع عقوبه الاعدام. احنا لهنا باش نكونوا واضحين، يا اما باش نلغوا عقوبه الاعدام ولا ما نلغوهاش. هذا يكون واضح مثلا. مازال سيد الرئيس اخر ملاحظه يا سيد الرئيس. اخر ملاحظه واكتفي بهذا. الملاحظه الاخيره انا اعتقد انه ثم ثغره كبيره جدا. هناك فصل في الباب المتعلق بالحقوق والحريات. هذا الفصل هو اللي ينص على اطلاق جميع هذه الحقوق والحريات يا سيد الرئيس، وضبط الحدود، الضبط حدودي، وبالتالي احنا ثم حدود الحريات هذه لكن ما ثماش استثناءات، هي حقوق وحريات مطلقه. ويكون معناتها الفصل هذا ينص على انه يجب ان تكون الحدود التي او القيود التي تسلط عليها الحريات تكون بموجب قانون، لا بموجب امر او منشور كما كان يصير قبل وبعد ما يتنشرش في الراي الدراسي. هذا من ناحيه اخرى تكون هذه القيود لحمايه حقوق العائله الغير ومقتضيات الامن العام، مش النظام العام المصطلح الفضفاض كانوا يستعملوه بكري، او للدفاع الوطني او المصلحه العموميه فقط، مش يجي القانون يشرع